مساء الخير لكل أصدقائي ومتابعيني الحلوين. موضوع نقاشنا النهاردة عبارة عن رسالة مهمة للناس اللي وقعت لسه في أمل إنك تقوم مرة تانية. عمرك وقعت قبل كده؟ مش الوقعة العادية، الوقعة اللي كسرت فيك حاجة وجعتك، وصلتك لإحساس إنك مش قادر تقوم مرة تانية. النهاردة هنتكلم عن اللي اتكسر واتخذل وتعب، عن اللي قال خلاص أنا مش قادر. السؤال المهم اللي هنبدأ بيه الفيديو بتاعنا هو لسه في أمل نقوم بعد كل اللي احنا ذكرناه ده؟ أحب أقول لكم الإجابة لسه في أمل، وطول ما في نفس داخل وخارج جواك يبقى في فرصة جديدة. هنروح دلوقتي مع بعض للجزء الأول من موضوع نقاشنا، يعني ايه مفهوم الوقوع الحقيقي؟ الوقوع الحقيقي مش بس خسارة في شغل ولا دراسة ولا نهاية علاقة. الوقوع الحقيقي هو انك توصل لمرحلة تفقد فيها شغفك، انك تصحى مش طايق اليوم، انك تضحك قدام الناس وانت من جواك بتعيط، او تحس انك لوحدك حتى وانت وسط ناس. الوقوع النفسي اخطر من اي سقوط تاني لانه بيكسر الروح مش بس الجسد. وساعات بنقع من غير سبب واضح، تراكمات، ضغط، وجع قديم، خذلان، لحد ما بنلاقي نفسنا بنقول بمنتهى البساطة انا تعبت ومش قادرة اكمل. هنا بقى هيجي السؤال المهم، ليه بنحس ان مفيش امل؟ بنحس ان مفيش امل لما بنجرب كتير وبنفشل، او بنستنى حد وما بيجيش، او احيانا لما بندي اكتر ما بناخد وبنثق في ناس وللأسف بنتعرض منهم للخذلان. ساعتها دماغنا بيبدأ يوسوس، خلاص مفيش فايدة، كل مرة بحاول وبقع، ليه اتعب نفسي؟ بس الحقيقة مش كل اللي بيتكسر انتهى، في حاجات بتتكسر علشان تتصلح بشكل احسن. شفنا على مدار حياتنا ناس كتير وقعت وقامت، لأن كل إنسان ناجح شفته في حياتك كان قبله إنسان واقع. كل شخص قوي كان قبله شخص ضعيف. الفرق مش في الوقوع، الفرق هنا في الإصرار على إنه يقوم مرة تانية. في ناس وقعت وقعات صعبة كتير زي فقد ومرض، فشل، خيانة، بس قاموا بمنتهى القوة وقالوا مش هسيب نفسي، وقامت مش مرة ولا اتنين، يمكن عشرات المرات. علشان كده لو انت واقع انت مش شخص ضعيف، انت بس في مرحلة وان شاء الله هتعدي. السؤال المهم هنا بقى، طب ازاي اقوم وانا مكسور؟ اول حاجة مهمة جدا انك تكون معترف بتعبك. قول انا تعبان او موجوع، انا محتاج ارتاح، لان الكتمان بيكسر، الاعتراف هو اللي بيريح. تاني حاجة، ما تستناش انك تقوم وانت شخص كامل، قوم حتى لو كنت ناقص حاجة، حتى لو كنت حزين او خايف. انك تقوم مش شرط انك تكون شخص قوي، المهم انك تكون شخص موجود. تالت حاجة مهم جدا انك تاخد خطوة حتى لو كانت خطوة صغيرة. مش لازم تغير حياتك او تكون البطل، خد خطوة صغيرة احسن من ولا حاجة. رابع حاجة معانا، ابعد عن الحاجة اللي بتكسرك. في ناس وجودها في حياتك بيوقعك مش بيقومك. حافظ على طاقتك كويس جدا، واختار اللي يطبطب عليك مش اللي يوجعك. هنروح للسؤال اللي بعد كده، طيب ايه اللي ممكن يخلينا نخاف نقوم مرة تانية؟ ممكن نقابل ناس كتير مش مشكلتها ان هي وقعت، مشكلتها الحقيقية ان هي خايفة تقوم، خايفة ان هي تتعرض للخذلان مرة تانية، او خايفة ان هي تحاول وتفشل. هنا بقى الخوف بيخلينا نفضل قاعدين مكاننا ونقول كفاية اللي حصل، او انه مش مستحمل ان هو يخوض تجربة مرة تانية. بس خليني اقولك حاجة مهمة، اللي عاش الخذلان وعاش الوجع وبعدين قرر يقوم مرة تانية بيبقى اقوى بكتير من اللي عمره ما اتكسر. عارفين هنا الفرق اللي بين اللي وقع وقام واللي وقع واستسلم؟ الفرق الحقيقي هنا مش في الحظ ولا في الظروف ولا في الناس، الفرق في القرار. ناس وقعت وقالت خلاص انا كده، وناس وقعت وقالت انا هقوم مهما حصل. هنا اللي استسلم واختار الراحة المؤقتة بس دفع التمن غالي، واللي قام تعب شوية بس عاش حياة افضل بعدين. هنا الاختيار هيكون في ايدك، وفي علامات صغيرة لو خدت بالك منها هتعرف انك في الطريق الصح، زي انك تبدأ تفكر في بكرة بشكل افضل، او تهتم بنفسك، او بدأت تحلم مرة تانية، انك بقيت بتقول لنفسك هحاول بدل ما كنت بتقول مش قادر. دي كلها اشارات امل. حتى لو لسه تعبان، مجرد انك بتقاوم المشاعر السلبية دي ده انجاز في حد ذاته. وانك تقوم وتكمل ده مش معناه انك تنسى، لان في ناس كتير فاكرة انك مجرد ما تقوم هتنسى كل حاجة حصلت. لأ طبعا، انك تقوم معناه انك تتعلم، لان الوجع مش بيجي عشان يكسرنا، هو بيجي علشان يوعينا.
كل تجربة وجعتك علمتك حاجة عن نفسك وعن الناس وعن الحياة. الوعي اللي هتوصله ده هو اللي هيخليك شخص أقوى مما كنت عليه. خليني أكلمك انت بقى دلوقتي بالذات، انت اللي سامعني دلوقتي واللي حاسس ان الكلام ده شبهك. يمكن دلوقتي محدش حاسس بتعبك ولا شايف وجعك، يمكن بتحاول تبتسم بس علشان ما تقلقش اللي حواليك. صدقني ربنا شايف كل حاجة وحاسس بيك، ربنا قريب. ما تستسلمش أبدا، ما ترميش نفسك في اليأس أبدا، انت غالي وروحك تستاهل تعيش. حاول تقوم مرة تانية حتى لو بخطوة صغيرة، قوم علشان خاطر نفسك. انت مش شخص ضعيف، انت شخص موجوع، والموجوع محتاج وقت وطبطبة مش جلد أبدا. لو حصل ووقعت قوم وكمل، لو تعبت ارتاح شوية، لو اتكسرت لم نفسك وابدأ من جديد. مستنية آراءكم من خلال الكومنتات. ربنا يريح قلوبكم.